هلو. اليوم وصفتنا وطبقنا هو القرع الأصفر المشوي والمحشي. حشيته بطريقتين. وفد شي كلش طيب طلع، والطريقة كلش سهلة، الوصفة سهلة وسريعة تحضروها يمكن بساعة انتم مخلصين هاي الأكلة، وكلش طيبة، وهي أكلة شتوية وتعجب الكل تقريبا. يلا خلينا نسويها سوا. أول شي بالبداية هنا حضرت القرع، عندي قرعة واحدة وراح أقسمها بالطول بهالشكل هذا، وبعدين راح أنظف بداخلها بواسطة معلقة، أطلع البزر والداخل مالتها، وهذا البزر ممكن نيبسه وبعدين نسويه على النار نحمسه، وهو مثل ما نعرف انه هو حب، يعني نقدر ناكله طيب. حب البطيخ او العفو حب القرع. طبعا هنا نظفتها مثل ما تشوفون. فراح ازيت الوجه، ارش زيت الزيتون على الوجه مالتها، على القطعتين، على النصفين، وبعدين ايضا اخلي لهم ملح وفلفل اسود. وبعدها اني طبعا مشغله الاوفن قبل 10 دقائق وحاميته على درجه 180 درجه مئويه. راح ادخلها مباشره هسه للاوفن، هو حار، واتركها تقريبا 45 دقيقه. بس انتو شوفوا الاوفن مالتكم يجوز تكون الحرارة أكثر فتاخذ وقت أقل، يعني أنا ما أريدها تكون كلش لينة، لا أريدها بعدها شوية يعني ماسكة نفسها حتى أقدر أحفرها بعدين وأحشيها. شوفوا الفرن حامي، وراح أدخلها للفرن وأتركها. وعلى ما تنشوي أنا راح أحضر الحشوة الأولى، هي حشوة اللحم. هنا بالبداية أحتاج إلى بصلة مثرومة ناعم. طبعا أنا استخدمت البصل الأحمر، شو نوعكم تقدرون تستخدمون أبيض أحمر بكيفكم. وكذلك راح أحتاج إلى فص ثوم كبير، وراح أثرمه أيضا ناعم. وهيئت على النار مقلاة وخليت لها ملعقتين زيت الزيتون، وراح أنزل أول شي البصل وأحمسه شوية بحيث يذبل شوية. يلا أنزل الثوم وراه، وخلي على نار متوسطة. وبعد ما ذبل عندي شوية نزلت الثوم مع التقليب. وبعدها راح انزل اللحم، لحم المثروم. هنا اذا تحبون عجل وغنم بكيفكم، انا خليت لحم عجل هنا، وخليته على النار يتقلب وعلى ما يستوي شوية على النار نصيت النار. دا اثرم هنا فلفل الوان، اذا عندكم اي فلفل الوان او اخضر او اي شيء تقدرون تثرمون وتخلون ويا اللحم. انا هنا عندي الفلفل الالوان، ثرمته وخليته مع اللحم، أيضا قلبته. وبالإضافة إلى هذا راح أثرم حبة طماطة، أيضا أثرمها ناعم، وبعدين راح أضيفها فوق الخليط. طبعا أنا دا أخلي الخليط شوية يتهدى حتى على النار حتى تستوي عندي كل المكونات. وبعد ما ثرمت الطماطة أيضا راح أنزلها فوق خليط اللحم، أقلب بهذا الخليط. بعدها راح أضيف له ملعقة معجون شوية كبيرة، وأيضا أقلب وأقلل معجون ويا الخليط هذا إلى أن يتجانس. راح أنزل البهارات، واللي هي الملح والبهارات السبعة والقرفة اللي هي الدارسين والفلفل الأسود، وأخلطها كل زين وأقلبها وأتركها على النار 5 دقائق على نار هادئة حتى يستوي الخليط وأشيله. وبهالأثناء أنا القرع عندي استوى بالفرن
بالأوفن فطلعته، راح أفرغه من هاي الحشوة شوية اللي هي الحشوة القرع، أحفرها شوية، وهاي اللي طلع لي راح أخليه بصحن على جهة. ممكن إنه نطبخه بوصفة أخرى، أو ممكن تاكلوه كلش طيب راح يكون. وهسه راح أحضر الحشوة الثانية. راح أنزل أيضا بمقلاة فيها زيت زيتون البصل، بعد ما ذبل شوية نزلت الثوم، وراح أقلب البصل والثوم. وهنا على ما يستوي عندي أيضا على نار هادئة البصل والثوم وتطلع ريحته، أنا عندي هنا أفخاذ دجاج، الجزء العلوي من فخذ الدجاج، وبلا عظم، بدون عظم وبدون دهن، بدون جلد. فراح أقطعها على شكل مكعبات. إذا عندكم صدور دجاج أو أفخاذ أي شيء تقدرون تستخدمون، بس أنا أحب أستخدم الجزء العلوي من الأفخاذ من الدجاج، منزوعة العظم ومنزوعة الجلد. وبعد ما قطعتها ناعم راح أضيفها على البصل والثوم، وأقليها زين، وأقلبها مع البصل والثوم بصورة جيدة. وأني دا أقلب بالدجاج والبصل والثوم، هنا حضرت الفلفل الألوان ضرمته ناعم، وبشرت جزراية وبرشة شجرة وحدة، وراح أنزلها كلها سوا فوق خليط الدجاج والبصل والثوم. نزلت الجزر المبروش والشجر المبروش وفلفل الألوان المقطع ناعم، وراح أقلب بالخليط. وراح أضيف له البهارات اللي هي عبارة عن ملح، بابريكا، كركم، فلفل أسود، وأخلط كلش زين. وأتركه على النار أيضا لمدة 5 دقائق وأشيله. شوف هسه الحشوتين صارت عندي جاهزة، وأنا حفرت هنا الشجر بعد ما خليته يستوي نص استواء داخل الأوفن. راح أحشي أول نصف هو القرع نصفين، نصف راح أحشيه باللحم والنصف الآخر راح أحشيه بحشوة الدجاج. وإذا بقت عندكم حشوات ممكن تستخدموها بأطباق أخرى، ماكو كل شيء عليها، وطعمها راح يكون كلش طيب ولذيذ. الريحة يعني كلش طيبة من الدجاج ومن اللحم. وبعدها زينتهم جبنة الموزاريلا المبشورة، وراح أيضا أخليها بالأوفن لمدة ربع ساعة، وأشعل الجو طبعا على درجة 180 حتى يستوي عندي زين القرع، وكلها هاي النكهات تتماشى مع القرع وتكون تمتزج وتصير كلش طيبة. طلعتها من الفرن بعد ربع ساعة، شوفوا شكلها شقد حلو، يجنن، والطعم روعة، طعم لا يقاوم. جربوا وصفتي هذه، وإذا عجبتكم وصفتي اكتبوا لي بالتعليقات شنو رأيكم إياها أطيب، الحشوة باللحم ولا الحشوة بالدجاج، وكذلك سووا إعجاب وشير للفيديو. وإن شاء الله عجبتكم هاي وصفتي بهاي الحشوتين. أحبكم هواية هواية. باي.